الواحد والله تعبان، ما قادر يتكلم ولا قادر يعمل فيديو عن ماتش الاهلي وسموحه. بس يعني حاجه كده استوقفتني، حسيت ان انا مش قادر افوتها، الا وهي احتفال اللعيبه بعد الهدف، وبالاخص احتفال امام عاشور. اقصد باحتفال اللعيبه هنا سواء احتفال قفشه او امام عاشور بعد الجون، بالذات في الظروف اللي زي دي، في الاوقات اللي بيبقى الجمهور مش راضي فيها عن الفرقه، في الاوقات اللي بيبقى فيها مشاكل، الجمهور مش راضي عن الاداء، الجمهور مش راضي عن الفرقه، بيبقى ليها احتفال خاص كده. اللعيبه بتحتفل بنوع من انواع اعتذار، او اللعيبه حاسه ان هي مش كويسه، بلاش يا عم اعتذار، حاسه ان هي مش كويسه، فاللي هو يلا احنا جبنا الجون ده الطبيعي، يلا نرجع. مش لعيب اللي هو رايح يحتفل الاحتفال المشهور بتاعه، او رايح يعمل حاجه مميزه، يحتفل بشكل مميز او مختلف. لو اتكلمت عن قفشه، فقفشه معروف عنه ان هو في ملكوت تاني كده، على بابا الله نبعده شويه، وبالاخص ان هو ده قفشه، وبعد كل جون بيحتفل بنفس الطريقه. انا كنت افضل ان انت ما تحتفلش، كنت افضل تبين ان انت حاسس باللي النادي بيمر بيه، مش ان الجمهور زعلان. النادي كله في حاله اضطراب كده، لاعبين، اداره، جهاز فني، جمهور مش راضي. فكنت افضل ان انت تبين احساسك بالموقف اللي احنا مارين بيه. بس هشيلك على جنب وهتكلم عن الاستاذ امام عاشور. انت يا امام، في ظل اللي احنا فيه ده، خروجنا من كاس الانتركونتيننتال، الخساره في افريقيا في الماتش الاخير قدام شباب بلوزداد، التعادل في اخر ماتش لينا في الدوري قدام امبي، انت نازل وحاطط بالونه في الشراب عشان لما تجيب جون تعمل الاحتفال ده. انت كل اللي شاغل بالك في الليله دي كلها اللقطه دي. انت يا ابني انت واعي للي احنا فيه، واعي للي انت فيه، واعي للي الاهلي مر بيه الفتره دي، واعي الخلافات اللي حاصله، المدرب عايز يمشي، اللعيبه اللي عايزه تجدد، الجمهور اللي بينتقد اللعيبه في كل ماتش ومش عاجبها الاداء ومش عاجبهم النتائج. انت هو ده اللي شاغل تفكيرك دلوقتي؟ نازل لي ببالونه في الشراب عشان لما تجيب جون تعمل كده؟ يعني الواحد مش مصدق والله. انت باين عليك ان انت لعيب اناني جدا، باين عليك ان انت لعيب عاشق للقطه، باين عليك ان انت لعيب نفسك انا وانا وبس، وطز في اي حد تاني ايا كان النادي اللي بلعب فيه او المنتخب اللي بلعب فيه. انا عايز اعمل اللي انا عايز اعمله، انا اللي عايز اجيب اجوان، انا اللي عايز اشيل الفرقه، انا اللي يتهتف باسمي، انا اللي اخد الصوره، انا اللي اخد اللقطه. لكن والله ما توقعت ان هي توصل للدرجات دي. الواحد قال هيكون عندك دم شويه في ظل الظروف اللي احنا بنمر فيها دي، هتتكسف على دمك شويه، ما تعملش حاجه زي دي. وازيدك مش شعر بيت بقى، انت رايح للجمهور ببالونه بيضه، واللي ما اخدش باله من بقيه الاحتفال هو حط البالونه على الارض وداس عليها فرقعها برجله. ايه معنى الاحتفال؟ انت بتحط جمهور الاهلي في خصومه مش بتاعته ليه؟ يعني انت عايز ايه؟ هل انت بترمي على حاجه معينه؟ انت بترمي على نادي الزمالك مثلا، او على لعيب في نادي الزمالك؟ اصل يعني اختيارك للبالونه البيضه اكيد لها معنى، وانك تحطها على الارض وتدوس عليها اكيد لها معنى. احنا مالنا بالهبل ده؟ ولو انت عندك خصومه ما، او انت عايز توصل رساله ما، مال جمهور الاهلي بالموضوع ده دلوقتي؟ هل جمهور الاهلي فضيلك دلوقتي في الهبل اللي انت بتعمله ده؟ يعني مش عارف انتقدها من انهي زاويه. هي حاجه تنتقد من جميع الزوايا، حاجه تدل على ان انت طفل فعلا. انت محتاج واحد بعصايه في الملعب، مش محتاج مدرب. انت محتاج لاعب معاك في الملعب من الجيل القديم كده، اللي هو لو عملت حركه زي دي ياكلك بالقلم في وسط الملعب عشان يفوقك ويعرفك ان اللي انت بتعمله ده ما بيتعملش هنا، وما بيتعملش دلوقتي، وما بيتعملش اصلا، وكل حاجه. انا مش عارف والله، انت الواحد بيدور لك على مبرر عشان يتقبلك. انت رافض بكل المقاييس في وسط القرف اللي بنمر بيه. كسبنا ماتش سموحه باداء زي الزفت، وبنقول يلا اهي نتيجه ايجابيه، تطلع تعكر لنا، مش تعكر لنا بالاحتفال، تعكر لنا بتبين لنا العقليه بتاعت اللعيب اللي معانا. مفيش واحد في اللعيبه كلها جه قال لك يا عم غور في داهيه، ما في يعني بلاش الهبل ده دلوقتي، الموضوع اكبر من الهبل ده. كشفت لنا عقليات كارثيه تقلق في اللي جاي، وتبين اسباب المشاكل اللي احنا فيها.